بيبدأ فيلم النهارده من 2000 سنة قبل دلوقتي، وكان في مجموعة من المحاربين اتحدوا مع بعض عشان ينقذوا العالم من مخلوق خطير اسمه بيكولو. وكان المخلوق ده جاي من الفضاء وبيهدد كوكب الأرض وعايز يمحيه من على وش الدنيا. وبيحصل علامة عند نزوله وهي إن الدنيا كلها بقت ظلام، وبيكون معاه المساعد بتاعه أوزارو. وبيظهر مجموعة من المقاتلين وكانوا بيستخدموا السحر، وبيقدروا يتحدوا مع بعض في مواجهة بيكولو. وبالفعل بيقدروا عليه وبيحبسوا المخلوق ده جوه مصباح، وبيختفي المساعد أوزارو بعد كده ومحدش بيعرف مكانه. وبيعدي 2000 سنة وبنروح للوقت الحالي، وبيكون في شاب بيتدرب واللي كان بيدربه جده، وكان الشاب اسمه جوكو. وكان جده مهتم بيه وبتدريباته جدا، وبنلاحظ ان جوكو وجده كانوا مهاراتهم عاليه. وبيخرج الجد قوه كبيره وبيصوبها على جوكو وبيطيره على الارض، وبيروح عليه وبيفهمه ان هو عنده طاقه ولازم يعرف يستخدمها امتى وازاي. وبيحكي جوكو لجده ان اصحابه في المدرسه على طول بيتنمروا عليه، وانه عايز يستخدم قوته الخارقه عشان ياخد حقه منهم، لكن جده بيرفض لانه عارف ان الولد قوته خارقه وهيدمر زمايله. وبيكون جده بيدربه وبيجهزه من غير ما يعرف الولد ليه. وبيتضايق جوكو وكان عايز ياخد حقه من زمايله، لكن جده بيفاجئه بهديه عيد ميلاده، وكانت عباره عن كره سحريه. وبيعرفه جده ان دي كره النار، وان دي الكره الرابعه وجواها 4 نجوم، وان العالم موجود فيه 7 كور، وان الكره دي رقم 4. وبيعرفه ان اللي يقدر يجمع ال7 كور هيبقى معاه قوه كبيره جدا، وبيقول له ان هو يحتفظ بيها في مكان امن ويحافظ عليها. وبيروح جوكو على المدرسه وبيدخل في واحد من زمايله وبيكسر له العجله بتاعته، وبيزعق معاه جوكو. وكان الولد ده من الولاد اللي دايما بيضايقوه، وكان بيقول له ان هو ضعيف وما يقدرش يعمل له اي حاجه ولا يقدر ياخد حقه. وفي الوقت ده كان جوكو مسيطر على اعصابه لانه عارف هو يقدر يعمل فيه ايه. وبنروح مكان تاني بعيد، وكان بيكولو اتحرر وخرج من المصباح، وكان عايز يبدا يدور على ال7 كور عشان يمتلك القوه الخارقه. وبيروح على قريه صغيره في وسط الصحراء، وكان عارف ان القريه دي فيها واحده من ال7 كور السحريه، وبيكون عنده مساعده واسمها سابا. وكانت الكره دي عند ست وبنتها، وبتعرف الست ان في خطر وبتستخبى هي والبنت، لكن سابا بتقدر تعرف مكانها، وبتخاف الست على بنتها وبتديها الكوره. وبنروح تاني عند جوكو، وكان في المدرسه وكان في الحصه، وكان الدرس عن علوم الفلك، وكان بيشرح المدرس ظاهره الخسوف. وبنعرف برضه ان كان في خسوف هيحصل عندهم بعد اسبوعين. وكان جوكو في الوقت ده مركز مع بنت زميلته اسمها تشي، وكان بيتخيل انها بتبص عليه وانها بتحبه، وبيكون جوكو معجب بيها بقاله فتره. وبعد ما بيخرجوا من الحصه كان برضه بيراقب تشي اللي ما كانتش عارفه تفتح الدولاب بتاعها، وبيكون جوكو عايز يساعدها بس ما كانش عايز حد من زمايله ياخد باله. وبيستغل جوكو ان المكان فاضي وبيبعت قوه تفتح الدواليب، لكن الشعاع كان قوي جدا وبيفتح الدواليب كلها وبيطير كل اللي جواهم. وبتخاف تشي وبتشوف جوكو وبتروح عليه، وبتعرف ان هو عنده قوه خارقه، وبيعترف لها جوكو فعلا عشان تعجب بيه. وبتكون تشي عندها فكره عن موضوع الطاقه الداخليه، وبتقول له انها بقالها فتره بتتمرن عليها لكنها مش عارفه تجمعها. وبتعزم تشي جوكو على حفله عندها في البيت، وكانت الحفله دي في نفس اليوم. وبيرجع جوكو على البيت وكان بيجرب الهدوم اللي هيروح بيها الحفله، وكان مبسوط جدا. وبيروح وبيجيب كرة النار وبيقرر ياخدها معاه، وبيروح على الحفله من غير ما جده يعرف. وبالفعل بيوصل على الحفله وبيشوف زمايله واقفين بره وبيصطادوه تريقه وما كانوش عايزينه يدخل، وبيعرفهم جوكو ان هو هيدخل وكانوا عايزين يضربوه. وبيتفادى جوكو الضربه من غير ما يمد ايده، وبيخليهم يضربوا بعض، وكان ماهر جدا. وبيقعوا كلهم على الارض من كتر ما ضربوا بعض. وبيوصل فلورو اكتر واحد ما بيحبش جوكو، وبيروح عليه وكان عايز يضربه، لكن جوكو بيطلع على عربيه فلورو، ولما بيحاول يضربه كان بيتفادى الضرب وبتيجي في العربيه، وكان متغاظ اكتر لان عربيته هتتكسر. وبالفعل باظت العربيه، وكانت تشي واقفه وشايفه كل اللي بيحصل، وبتكون مبسوطه قوي من جوكو، وبتاخده وبتدخل بيه على الحفله. وبيتكلموا مع بعض، وكان باين عليه ان هو بيحبها قوي. وابتدى يحكي لها عن ابوه وامه، وقال لها ان هم ماتوا وهو عنده 17 سنه، وانه عايش هو وجده بس. وبنروح بسرعه عند جده، وبنتفاجئ ان سابا داخله عنده وبتهجم عليه وبيدافع عن نفسه. وبيظهر بيكولو وبيعرف الجد ان هو اتحرر، وبيسيطر بيكولو عليه وبيثبته في مكانه، وبيطلع بره وبيهد الجراج عليه في ثواني. وفي نفس الوقت وابتدى جوكو يحس ان جده مش كويس، فبيسيب تشي وبيجري بسرعه يشوف فيه ايه. وبيوصل هناك في ثواني وبيلاقي الجراج كله مهدود، وجده وقع بين الانقاض، وبيطلعه من تحت التراب، وجده كان شكله خلاص بيموت، لكنه بيقول له ان هو لازم يدور على المعلم روشي. وبيعرفه ان بيكولو طلع من المصباح وبقى حر، وانه لازم يجمع ال7 كور قبل الخسوف اللي هيحصل بعد اسبوعين، وانه ياخد باله من نفسه ويبقى حريص. وبيموت الجد فعلا، وجوكو كان مقهور عليه. وتاني يوم الصبح وبيروح وبيدفن جده، وبيروح على بيته، وكان بيستعد ان هو يدور على باقي الكور، لكنه بيحس ان في حد معاه في البيت، وبيتسحب بالراحه. وبالفعل كان في بنت موجوده، وكان معاها مسدس وبتوجهه عليه، وبيفتكر ان هي بيكولو، لكنها بتعرفه انها مش هو، وان بيكولو مخلوق خطير، وانها كان معاها كرة واتسرقت منها وهي عايزه ترجعها. وبيسيبها جوكو وبيمشي، لكنها بتمشي وراه، وبتعرفه ان ابوها جاب الكرة دي من 20 سنه وانها بتاعتها وعايزاها. وبيعرفها جوكو ان الكرة اللي معاه مش هي بتاعتها، وانها ملكه هو. والاماره ان الكرة بتاعته فيها 4 نجوم، وبتقول له البنت ان كورتها فيها 5 نجوم مش 4. وبيوريها الكرة وبتتاكد ان دي مش بتاعتها، وبيسالها جوكو عن اللي حصل معاها،
وبتحكي له انها كانت مخبيه الكوره في مخزن وعليه حراسه، لكنها وهي نايمه بالليل في حد دخل وعدى من الحراس وسرق الكوره وخرج بكل سهوله، وانها معاها جهاز تتبع وهو اللي جابها عند الكوره بتاعته. وبيفرح جوكو من موضوع جهاز التتبع وعرف انه هيفيدهم جدا، وبيعرفها على الرساله اللي سابها له جده قبل ما يموت، وهي انه لازم يدوروا على المعلم روشي لانه هيساعدهم يجمعوا ال7 كور مع بعض. وبيعرض عليها جوكو انهم يتحدوا ويتعاونوا مع بعض، وبتوافق البنت على طول وبتعرفه ان اسمها بومير. وبيطلعوا بره وبتطلع جهاز من شنطتها وبيتحول الجهاز لموتوسيكل، وكان جوكو مبهور من التكنولوجيا اللي معاها وكان اول مره يشوف حاجه زي كده. وبيركب معاها وبيمشوا، وبعد شويه صغيرين بيوصلوا على المدينه وبيقعدوا ياكلوا، وبيحس جوكو ان بيكونوا قريب منهم، وبيقول لبومير وبيستخدموا جهاز التتبع، وبتعرف ان في كوره قريبه منهم، وبياخدهم الجهاز عند بيته. وبتدخل بومير بسرعه وبيدخل وراها جوكو وما بيكونش في حد موجود، وبيفضلوا يدوروا على الكوره هما الاتنين. وبيوقع جوكو حاجه على الفازه وبتعمل صوت عالي، وبيطلع صاحب البيت موجود وبيسمع، وبيقوم وبيهجم على جوكو وبيضربه. وبيكون الراجل ده قوي جدا وما كانش قادر عليه، وبيستخدم جوكو الطاقه الداخليه. وساعتها سأله الراجل عن جده، وبيكتشف ان هو ده المعلم روشي اللي كان بيدور عليه، وطلع ان هو اللي كان بيدرب جده على الطاقه الداخليه. وكان المعلم فرحان ان هو لقى حد من صحابه القدام، لكن جوكو بيفاجئه ان جده مات، وبيحكي له عن كل اللي حصل الفتره اللي فاتت. وبيزعل روشي وبيقول ان العالم في خطر، وانهم لازم يجهزوا نفسهم ويجمعوا ال7 كور قبل ما بيكولو هو اللي يجمعهم. وقال لهم ان هو مش فاكر مكان الكوره اللي معاه، لكن جوكو كان بيحس بمكان الكور. وبنلاحظ ان جوكو كل ما يفتح كوره كان بيفتكر حاجات قديمه وكانه شافها قبل كده. وبيتضايق جوكو وبتقع الكوره من ايديه، وبيكون في سر طبعا ورا الذكريات بتاعته. وبيقول لهم روش ان فاضل 7 ايام على الخسوف وانهم لازم يتحركوا. وبيعرفهم كمان ان بيكونوا مش لازم يجتمع مع المساعد اوزارو، لانهم لو اجتمعوا مع بعض هيدمروا الارض ومحدش هيقدر يسيطر عليهم. وبنروح عند بيكولا وكان هو واعوانه بيدوروا على باقي الكور في كل مكان، وبيعرف بيكولا ان في كوره في بحر، وبيفضي البحر ده من الميه بتاعته وبيروحوا بياخدوا الكوره. وفي نفس الوقت وكان جوكو وبومير رايحين مع روش على الجبل المقدس اللي كان بيتمرن فيه زمان، وبنعرف ان الجبل ده اسمه جبل التنين. وبيركبوا الموتوسيكل وكان جوكو شايل حاجات كتير وبيجري جنبهم، وبيوصلوا عند الجبل وبيشوف جوكو تشي وكانت بتتمرن هناك. وبيعرف جوكو انها من مقاتلين الجبل وانها ضمن مجموعه من المقاتلين اللي عايزين يوقفوا بيكولو. وبيفرح جوكو انهم هيبقوا فريق واحد، وبالفعل بيروحوا عشان يجمعوا باقي الكور، وبيقعوا في حفره كبيره وما كانوش عارفين يخرجوا منها. وهنا بيظهر شاب واسمه ياماشا، وبيعرض عليهم ان هو يساعدهم بس بشرطه انه ياخد الموتوسيكل بتاع بومير. وبترفض طبعا وبيسيبهم الشاب وبيمشي. ولما بيدخل عليهم الليل كان ابتدى المعلم يحكي لهم عن قوه الكور وهي متجمعه، وبيحكي لهم كمان عن المساعد اوزارو، وان لو بيكولو جمع الكور هيرجع اوزارو وهيسيطر على الكوكب كله وهيدمر الارض، وان اللي هيجمع الكور ال7 هيقدر يستدعي روح شانج المقدسه، وان شانج عباره عن تنين اسطوري بيحقق امنيه واحده للي بيلاقيه. وفجاه بيظهر ياماشا وكان قاعد فوق وسامع القصه كلها. وبتقول بومير ان الجهاز لقط اشاره ان في كوره قريبه منهم، وبينط المعلم نطه جامده وبيطلع من الحفره. ولما طلع فوق بيطلب منه ياماشا ان هو ينضم للفريق بتاعهم، وبينزلوا تاني وبيساعدهم ياماشا. وكان جوكو حفر نفق في الارض وبيلاقوا حفره كبيره، وفي نفس الوقت وكان بيكولو وصل لنفس المكان وعرف ان في فريق بيدور على الكور، وابتدى يستدعي الجيش بتاعه عشان يحاربوا جوكو وفريقه. وبتظهر الكوره وكانت في نص البركان، وبيطلع من جوه الحيطه وحوش كتير وبتهجم على جوكو واللي معاه. وابتدى جوكو يعدي من فوق جثث وحوش قديمه وبيوصل عند الكوره فعلا، واول ما بيمسكها بتهجم عليه سابا وكانت عايزه تاخد الكوره منه، لكنه كان اقوى منها وبيضربها وبياخد الكوره وبيرجع عند الفريق. وكان ساعتها روشي متوتر لان كان فاضل يوم واحد بس على الخسوف، وبيمشوا مع بعض وبيروحوا على قريه قريبه، وكانت سابا بتسمعهم وعرفت هم رايحين فين. وبيروح روشي عند المدرب بتاعه، وكان الكلام ده في المعبد القديم، وبيطلب منه ان هو يساعده ويديله قوه المابه. وبنعرف ان القوه دي قوه كبيره جدا، وان اللي بيملكها بيقدر يسيطر على طاقته الداخليه. وكان المدرب خايف لان اللي بيمتلك القوه دي لازم يكون شخص متمكن جدا، ولازم يكون الشخص ده هو المختار اللي هيقف ضد بيكولو، واللي هو المفروض جوكو. وبنروح مكان تاني خالص، وكانت تشيف حلبة مصارعه، وكانت المحاربه اللي قدامها هي سابا، وما كانتش تعرف انها مساعده بيكولو، وكانت تشي اقوى منها برضه. وبنعرف ان سابا كانت جايه تاخد نقطه دم من تشي، وفعلا بتجرحها وبتاخد نقطه الدم، وبتفوز تشي بالماتش. وبيروح عندها جوكو وما كانش يعرف انها بتلعب سابا. وبنشوف بومير وكانت مع ياماشا وكان اعجب بيها. وبيرجع جوكو على المعبد وكان روش بيدربه، ولما بيدخل الليل جوكو كان بيكمل تدريبه، وبتدخل عليه تشي وزي ما احنا عارفين انها كانت معجبه بيه، وبتعلمه القوه اللي تخليه ينور الشمع من غير نار، وبتقرب منه تشي قوي وكانوا حبوا بعض فعلا. وبنسيبهم وبنروح عند روش وكان مع الكاهن، وكانوا بيستدعوا قوه المابه. وبنروح عند بومير وكانت نايمه، وبتصحى من النوم مفزوعه وكانت سمعت صوت من اوضه جوكو، ولما خرجت بره بتلاقيها تشي، وبتعرف انها كانت عند جوكو. وبيوصل ياماشا عندهم وبتتكسف تشي وبتسيبهم وبتمشي. وبعد دقايق بيدخل عليهم جوكو وكان بره،
فبتبص بومير في جهاز التتبع وبتعرف ان تشي سرقت الكوره، وبيجروا وراها لكنها بتولع نار في الممر، وبتشتبك معاها بومير وبتتفاجئ ان في 2 تشي مش واحده بس، وبنعرف ان في واحده منهم تشي الحقيقيه والتانيه تبقى سبا المساعده، وبنفهم انها اخدت الدم عشان تستخدمه وتخلي شكلها زي تشي بالظبط وتقدر تدخل بينهم. وبتظهر تشي الحقيقيه وبتقف قدامها، وبيدخل جوكو وبيبص عليهم وما كانش عارف مين فيهم الحقيقيه، وعشان كده جوكو بيقف يتفرج عليهم لحد ما واحده منهم بتقع على الارض وبتطلب منه المساعده، وبيفتكرها حبيبته وبيروح وبيشتبك مع التانيه، وكانت بتحاول تفهمه انها تشي الحقيقيه. ولما بص وراه بيلاقي سابا وكانت ماسكه مسدس وبتضرب على جوكو وبيقع على الارض وبيغمى عليه، وبيشوف جده وكان بيكلمه وبيقول له ان هو يؤمن بنفسه عشان يقدر يهزم اعدائه، وبيستخدم روش قوته وبيفوق جوكو. وبتقول بومير ان كده بيكونوا وصل للسبع كور، وبيقول لهم روش انهم كده لازم يروحوا على معبد التنين لانه هيروح على هناك وهيستدعي روح التنين المقدسه. وفي نفس الوقت وكان بيكونوا وصل على هناك وكان بيقول التعويذه اللي هترجع روح التنين، وبيوصل جوكو والفريق بتاعه وكانوا عايزين يعطلوا بيكولو، وبينزل بيكولو بعد ما شافهم عشان يواجههم بنفسه، وبيتفاجئوا كلهم ان الخسوف بيحصل، وبنكتشف ان اوزورو هو نفسه جوكو وكان متخفي في شكل بشري من زمان، وبيستغل بيكولو الموقف وبيحضر روح اوزورو اللي جواه، وبنعرف ان دي الذكريات اللي كان بيشوفها جوكو جوه الكور لما كان بيلمسها عشان هو كان عاشها قبل كده على هيئه اوزورو، وانه شاف كل ده لما كان مع اوزورو زمان، وبيتحول فعلا على شكل غوريلا وابتدى يطارد باقي الفريق، وبيمسك روشو وبيخلص عليه، وبتبتدي روح جوكو تحس بالعذاب، وبيفتكر نصايح جده انه لازم يؤمن بنفسه، وبيسيطر على روح اوزورو وبيرجع جوكو من تاني، وبيشوف بيكولو اللي بيحصل وما كانش مصدق، وبيروح وبيهجم على جوكو لكنه كان اقوى منه وبيضربه، وفي نفس الوقت وكانت بومير بتحارب سابا وبتقدر تخلص عليها، وبيجمع جوكو روح اوزورو وقوته بس على شكله هو، وبيضرب بيكولو وبيخلص عليه وبينهي على روحه، وبيروح جري عشان يطمن على روش بس بيلاقيه ميت، وبيكون باقي الفريق موجودين، وبيستخدم جوكو الامنيه الوحيده اللي معاه، وبيطلب من التنين ان هو يرجع روش للحياه تاني، وبالفعل بترجع روح روش وبيصحى وكانوا فرحانين. وبعد ما بيخلصوا المهمه بيرجع جوكو على المعبد وبيلاقي تشي هناك وكانت بتتدرب، واول ما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وكانوا مبسوطين قوي. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.